نيجي بقى للفيديو اللي هنطبقه. نعمل له دراج هنا، اوكي، ويبقى هو ده اللوجو بتاعنا. اوكي، طيب عندنا هنا كل حاجة مفصولة، الحواجب هنا مفصولة، النن الاسود اللي جوه العين مفصول، والبياض هنا ده مفصول برضو، كل حاجة مفصولة. اوكي، تمام تمام. وعندنا هنا الباك جراوند اللي هي الايه البيضة. طيب هنعمل قفل هنا على الباك جراوند عشان نثبتها بحيث ان احنا ما يتحركش معانا. اوكي، وده الزلط اللي هو اللي قدام والزلط اللي ورا، ده الزلط اللي ورا وده الزلط اللي قدام، هنقفلهم برضو. يبقى عندنا هنا الكاركتر بتاعنا. طيب عايزين بقى نعمل ايه؟ نربط العيون دي والحواجب بالكاركتر. طيب هنيجي هنا للحواجب هنربطها بالكاركتر، ده الحاجب اليمين، الحاجب الشمال هنمسك كده بالبيرنت ونقول له اربطه لي بده بالكاركتر. نفس النظام الحاجب الشمال. اوكي، ونيجي هنا النن الاسود، النن الاسود دوت عايزين نربطه بالبياض اللي تحتيه، فنعمل ايه؟ ده البياض اللي تحتيه اهو، وده النن الاسود. نروح ماسكين البيرنت بتاعه ونسحبه هنا على البياض ده ونقول له اربطه لي بيه، بحيث انا لما اجي احرك البياض النن الاسود يتحرك معاه. اوكي تمام. نفس النظام الناحية التانية، النن الاسود ده هنربطه بالبياض اللي تحتيه. اوكي تمام. ونربط الاتنين البياض دول بالايه؟ بالكاركتر نفسه. يبقى نيجي هنا عند البياض ده ونربطه بالكاركتر. تمام. ونربط البياض اللي على الشمال ده برضك بالكاركتر. تمام. اوكي طيب عايز انا اطلع الكاركتر دوت من بين الزلطتين او الزلط ده. اوكي، باجي اعمل ايه؟ باجي امسك الانكر بوينت بتاعته واقول له هتطلع من هنا او هتصغر من هنا، ونيجي عند ثانية واحدة، نيجي هنا عند ثانية واحدة ونقول له في السكيل، نقول له لما تيجي عند في السكيل في الفريم ده تبقى بالحجم ده. اوكي، لكن لا، بتبتدي ازاي؟ هنبتدي من الزيرو زي ما انتم شايفين كده، بيصغر بيصغر، خلاص زيرو. اوكي، تعالوا نشوف المشهد بتاعنا. اه تمام، وكله طالع معاه، تمام جدا. عايزين الحركة دي يبقى فيها زي شادو، بيروحوا جايين مفعلين الشادو ده ومفعلين الشادو من هنا. اوكي تمام، تعالوا نشوف كده. الحركة بقى فيها شادو زي ما انتم شايفين كده. اوكي تمام. طيب طيب عايزين وهو الكاركتر ده بيتحرك العين دي تتحرك معاه، هنعمل ايه؟ هنيجي عند العين وناخد الانكر بوينت بتاعتها من هنا، أداة الانكر بوينت، وراح حاطينها هنا في النص النن الاسود ده، ونفس النظام النن الاسود التاني. اوكي، هناخد الانكر بوينت بتاعته ونخليها هنا في النص برضو. تمام، ونكبر كده عشان نبقى شايفين.
طيب هنيجي نقول له هنا مثلا في الثانية دي هتبقى الانكر بوينت، هتبقى النني في الحتة دي كده باصص الناحية دي، ونفس النظام نفتح البوزيشن ونقول له بوزيشن كده، نفس النظام بندوس بي فور بيبول. اوكي، ونديكي فريم هنا ونقول له لما تبقى عند نص ثانية هترجع هنا تاني، ونيجي نن التاني هنا هتبقى باصص هنا في الثانية دي. تمام، بس لما تبقى هنا هتيجي تبص من هنا. اوكي، تعالوا نشوف كده. نمشي 5 فريم مثلا ونروح مرجعينها تاني، خليه يبص الناحية دي، والنن التاني برضك يبص الناحية دي. اوكي، وبعد 5 فريم نقول له ارجع بص الناحية دي، ارجع بص الناحية دي. تمام كده. اوكي، ونأكتف له الشادو بتاعه. فترة ان هو بيبص للناحية دي عايزين ندخل تكست من الناحية دي. اوكي، نعمل تكست هنا فيه، ونكتب فيه الاسم بتاعنا. اوكي، ونصغر وندوس شيفت عشان يصغر طول وعرض. اوكي، وهنقول له من اول هنا الفريم ده لما يجي يبص الناحية دي عايزين التكست دوت يبقى واقف هنا، ولما يبقى باصص الناحية دي التكست ده يطلع بره كده. اوكي، تعالوا نشوف. تمام. اوكي، طيب عايزين نحرك الحواجب. عايزين نحرك الحواجب زي ما احنا شايفين كده. طيب هنخليه لما يظهر خالص، وبعدين نمسك الحواجب بتاعته نمسك الاتنين ونديهم حرف البي بوزيشن، ونعمل هنا كي فريم ونمشي 5 فريم. اوكي، ونشوف ده الحاجب الشمال طلعه فوق شوية، والحاجب اليمين ننزله تحت، فيبقى الشكل عامل كده. اوكي، ونمشي 5 فريم كمان، ونمشي 5 فريم كمان. اوكي، وناخد كوبي للكي فريم ده ونحطه هنا، وكوبي للكي فريم ده ونحطه هنا. اوكي، نشوف كده. تمام، ونعمل شادو للفونت بتاعنا بلور هو داخل. اوكي، طيب ونيجي نتفرج على الشكل بتاعنا. بندوس هنا ان
واعمل بريفيو ريندر. زي ما انتوا شايفين كده الانيميشن. هتلاقوا ملف الكاركتر موجود تحت الفيديو على اليوتيوب، ولو كنت على الجروب هتلاقيه في البوست فوق الفيديو. يلا مستنيين تطبيقكم تحت الفيديو. سلام. لو قابلتك اي مشكله في الافتر افكت اكتب لنا على الوول في الجروب واحنا تحت هنحلها لك في كومنت. علشان تتابعنا اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير.